لهذا الحفل الكبير. طبعا انا بعترف بالحفل اول حاجه. ثاني حاجه انا شايف ان الاختراق من وجهه نظري كان من جانب المشاركين. كل المنظمين عملوا كل اللي عليهم. الاختراق كان من جانب المشاركين، الاختراق كان من عندنا احنا، المشكله من عندنا احنا. دي بقى ده مربط الفرس. احنا عايزين نبدا من هنا. احنا كل شويه نقول النظام وي المشكله من عندنا احنا. لو كل واحد بدا بنفسه اظن ده مش اظن ده اكيد ان شاء الله هنرقى بالبلد. لان انا شايف النهارده احنا مش قادرين نسيطر على نفسنا. ناس ضيوف بتتكلم، ناس كبيره بتتكلم. اقل واجب اللي انا اسمع، اقل شيء اللي انا اسمع بس هنا النظام بس. تاني حاجة معلش يعني هطول على سنة بس صغيرة. المفروض يعني احنا كنا عايزين نزود النشاط الرياضي شوية. اولا انا عندي قاعدة ماشي بيها الا وهي ان الرياضة تكسر يعني صخرة يتحطم عليها الشهوات. فهنا الشهوات كتيرة جدا، شهوة حب المال مثلا، شهوة الشهرة، في شهوات كتيرة جدا منها في فساد. في مثلا الشباب دلوقتي اكتر مناطق معرضة لدمار الشباب المنطقة عزبة الطه خصوصا، مش البيضة، عزبة الطه خصوصا. احنا دلوقتي بنطلع بنبص على الشارع. انا شغال في صيدلية على الشارع، بشوف ان شباب لسه صغير جدا اصغر مني بسنتين ثلاثة، والاقيه واقف اللي بيتعاطى واللي بيشتري. دي مأساة، دي مأساة كبيرة جدا. لما اشوف شاب صغير لسه ما عداش 12 13 سنة وبيتعاطى المخدرات او بيبيع المخدرات. هنا بقى احنا عايزين نبدأ نصلح، عايزين نبدأ نقوم. الشباب هو العمود الفقري اللي هتقوم عليه الدولة ان شاء الله بإذن الله. فاحنا دلوقتي اول حاجة، اول طلب بتمناه ان حضراتكم تشاركوني في الرأي اللي احنا نبدأ بإصلاح الشباب. وأنه الشباب الصغير من سن 13 و 14 سنة كده وطالع، لأن ده الأساس. رقم 2 طلب ثاني بعد إذن حضراتكم استحملوني. احنا عايزين، اتمنى ان اداره مركز الشباب تنظم لنا زي مش عايز اقول رحله عمل الى قناه السويس. ان احنا عايزين نشارك في بناء الوطن، عايزين نسطر التاريخ بايدينا يا جماعه. مين هنا مش نفسه التاريخ يذكر اسمه في المستقبل؟ ما اظنش ان في حد هيقول لا. مفيش حد هيقول لا لما التاريخ يكتب، لما اسمك يتكتب في التاريخ بتاعه. فدول كانوا طلبين اتمنى ان حضراتكم تشاركوني الراي فيهم، وان احنا نساعد بعض في ان احنا نقوم باصلاح هذا الامر. طمنا يا كابتن عشان عمال كده حاطين الموضوع ده. اتفضل حاضر يا كابتن. هتخش من جوه حضرتك. احمد دكتور احمد.